أمريكا عايزة تضم جرينلاند، جزيرة قد السعودية في الحجم تقريبا. ليه؟ عشان في ممر ملاحي جديد هيظهر بعد ذوبان الجليد. بس هو في مشكلة صغيرة، وهي إن الجزيرة تابعة لدولة تانية اللي هي الدنمارك، والدنمارك مشمولة بحماية مين؟ حلف الناتو. وده في وقت الصين بتعلن فيه عن فائض تجاري قياسي، في وقت ترامب بيعلن فيه عن تشكيل مجلس السلام لحكم غزة، وبيطلب الوساطة عشان قضية مصر وإثيوبيا في سد النهضة، وضربة إيران عطلت شوية، واللي توسطت الدول العربية والصهاينة نفسهم، أو ده اللي أعلن يعني. وارد حد يقول لي إيه علاقة كل الكلام ده بجرينلاند؟ هقول لك كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم، وخلونا نتكلم عن المسمار الأخير في نعش الناتو، أو المسمار الأخير في نعش ترامب. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. السبت 17 يناير 2026 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تطبيق تعرفة جمركية جديدة على 8 دول أوروبية. التعرفة دي بنسبة 10%. ال8 دول دول هم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والسويد وفنلندا والنرويج والدنمارك، وهيتم تطبيق التعرفة دي من أول فبراير القادم، مع وعد بزيادة التعرفة ل 25% أول يونيو. طب ليه يا ترامب بتعمل كده؟ السبب إن الدول دي بعتت جنود من جيوشها للدفاع عن جرينلاند، واقفين قصاد عملية شراء أمريكا للجزيرة تما. وده من وجهة نظر الولايات المتحدة تسهيل للأعداء اللي هم روسيا والصين، يعني إنهم هيسيطروا عليها ويضموها لو هو ما سيطرش عليها. وهو عايز يعمل نظام دفاع اسمه القبة الذهبية، تيمنا بنظام القبة الحديدية الصهيوني، وده للدفاع عن أمريكا وكندا. وده مش كلامي على فكرة محترم، ده بيان ترامب اللي بيقول كده. جرينلاند بقى هي جزيرة كبيرة حجما مليانة خيرات من معادن نادرة، المعادن دي مدفونة عليها، وفيها 59 ألف واحد تحت حكم مملكة بعيدة في أوروبا واللي اسمها الدنمارك. فليه أمريكا تسيبها؟ وده عذرا للتشبيه لكلبين وزلاجة، وده زي ما بيتعمد أنه يوصفها دايما في خطاباته، خاصة أن قبل البيان ده بيومين رئيس حكومة جرينلاند زار كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، وأعلن اختياره البقاء ضمن أقاليم جرينلاند على أنه يتباع هو وشعبه لأمريكا. بمعنى تاني هو اختار الناتو واختار مميزات الاتحاد الأوروبي، بس أمريكا عايزاها عشان تفتح طريق تجارة جديد، ممر القطب الشمالي، واللي فتح على حس الاحتباس الحراري اللي سيح التلج وفتح طريق جديد. حركة ملاحة مستقبلية لازم أمريكا تسيطر عليها من دلوقتي. ورجوعا لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه القطب الشمالي واللي اتنشرت في 2024، فالمنطقة دي تعد حيوية للأمن القومي الأمريكي وأمن الناتو. أمن الناتو من إيه سلامة؟ هقولك من روسيا ومن الصين. الله، هو مش ترامب ماشي يقول صديقي بوتين وعلاقتي بيه صداقة وبتاع ايه؟ هقولك السياسة ما بتمشيش كده. السياسة هي مصلحتك مع مين، مفيش عداء مطلق ولا تحالف مطلق. وعلى نفس المنوال لو بصيت على الاستراتيجية الروسية تجاه القطب الشمالي، هتلاقي ان في 2010 أصرت روسيا على قيادة مشتركة للقطب، والصين كمان محترم في 2018 أصدرت استراتيجية ان الدول غير القطبية لازم تساهم في مصير مشترك للبشرية. وعلى الرغم انها مش دولة قطبية محترم، بس بتصنع كاسحات جليد، يعني عقد النية انها تعدي من الحتة دي من الاخر. وارد حد يقول لي يعني فجأة كده القطب الشمالي حلي في عيون الكل؟ هقول لك الحقيقة هي فعلا كده، لدرجة ان ترامب انسحب من كل اتفاقيات المناخ عشان التلج يسيح، لان مصلحته تعارضت مع اتفاقيات المناخ. ومؤخرا لما درجات الحرارة العالمية ارتفعت، اصبح ان وارد جدا الغطاء الجليدي للقطب الشمالي يدوب، وده خلال اخر 5 سنين تقريبا. والغطاء بقى متوسط 4.6 مليون كيلومتر مربع، يعني قد الاتحاد الأوروبي في المساحة. بس لما تعرف ان ده أقل بنسبة 27% من سنة 1981 ل 2010، هتعرف ان ده معناه ان في بحار جديدة بتتكون وموانئ مستقبلية ممكن استغلها، وجليد بحري ما بقاش بيوصل لشواطئ روسيا وكندا. وبذكر روسيا اليومين دول بتتوسع، والطريق البحري الشمالي ده بيتداخل مع الممر الشمالي الشرقي بتاعها، وبيمتد لحد الساحل القطبي الروسي، وده من ناحية أوروبا لآسيا. طريق بيمثل طموحات روسيا في استعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت طريق بحر جديد بيرسم خريطة تجارية عالمية جديدة. لو التلج ساح كله واترسم الممر ده، هيبقى طريق جديد بدل قناة السويس. يعني من الآخر بقيت بتقطع من أوروبا الغربية لشرق آسيا نص المسافة بالضبط.
وده يودينا لكم نقطة مهمة يخلونا نفهم ليه الموضوع ده طلع للنور فجأة. بالنسبة للصين في 2025 فهي طلعت سفينة حاويات اسمها جسر اسطنبول، عبرت من الصين لأوروبا عن طريق البحر الشمالي ده وسمته طريق الحرير القطبي المختصر. والطريق ده بقى صديقي بيبدأ من نينجبو في الصين لفليكس 2 في المملكة المتحدة، بياخدها في حوالي 20 يوم بس. المهم نعود أدراجنا. الأربعاء 14 يناير 2026 الصين أعلنت عن تحقيقها أكبر فائض تجاري في العالم على الإطلاق. يعني يا محترم قيمة السلع والخدمات اللي باعتها في الخارج مقارنة بوارداتها بقت تقريبا حوالي 1.19 تريليون دولار، ودي نسبة زيادة قدرها 20% من 2024، ولسه الرقم بيزيد. يعني أمريكا على الرغم من التعريفات الجمركية اللي بتفرضها على الصين، فالصين مغرقة العالم ببضايع لدرجة تحقيق فائض. ومن الناحية التانية محترم فالصين بتستهلك من الإنتاج المحلي بتاعها، يعني الواردات بتاعتها ضعيفة. وعلى فكرة ده جزء من الخطة بتاعت الصين اللي هي بتاعت 2030. يعني الصين ما حصلش عندها أي عجز تجاري من سنة 93، وعندها فائض تجاري بأكتر من تريليون دولار، وبتعمل كاسحات تلج. فاضل إيه؟ الطريق. صح، أمريكا قصاد ده عايزة تسيطر على طريق التجارة، وتاني أهم طريق موجود النهاردة هو ممر القطب الشمالي. أما الأهم على الإطلاق فهو البحر الأحمر، وده هنجيله كمان شوية. بالنسبة لروسيا بقى محترم فزي ما قلنا قبل كده طموحات السيطرة على الممر ده على الترابيزة، لكن برضه في نفس الوقت عندها طموح أكبر وهو عامل مشترك مع أمريكا. وارد تقول لي اللي هو إيه يا سلامة؟ هقول لك تحييد الناتو بالكامل، ومن مصلحة أمريكا إنها تحيد الناتو، لأن الناتو بقى حجر عثرة في تطلعات أمريكا للسيطرة على جرينلاند. فبوتين استغل النقطة دي، وكمان عند بوتين طموح استعادة أمجاد السوفييت، وإن روسيا تبقى قوة بتهدد أمن الاتحاد الأوروبي، وده مش هيقدر يعمله غير بمساعدة أمريكا. وخلينا أقول لك كمان يا صديقي إن روسيا بدأت تهدد علنا أولى مدن دفاع الناتو بره أوكرانيا، اللي هي مين؟ مدينة نارفا الإستونية، ودي مدينة حدودية واللي فيها أغلبية روسية، بمعنى تصعيد جديد بيبعت الرعب في حلف شمال الأطلسي اللي خلاص بقى بيحتضر. وبدأت دول زي أمريكا وفرنسا يفكروا في الانسحاب من الناتو، وبدأت دول تفكر إنها تطلع من حلف الناتو زي فرنسا. أصل حلف ما بقالوش كلمة، يفضل موجود ليه؟ ونيجي بقى محترم للبحر الأحمر، إثيوبيا. السبت 17 يناير 2026 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب على موقع تروث إنه طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوسط لحل النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. حد يسألني يقول لي إيه اللي صح الموضوع ده دلوقتي يا سلامة؟ هقول لك ما هي باينة أهي. هو عايز يحول القضية من تهديد وجودي لنزاع مفهوم. رجل الصفقات عايز يدخل بصفقة جديدة يحد فيها من دور مصر الإقليمي اللي بدأ يزيد عن حد مؤخرا، بمعنى يحط خطوط حمراء. وارد تقول لي يعني ايه الكلام ده سلامة؟ يعني يا صديقي سوماليلاند عايزة تنفصل وراها الصهاينة نفسهم، ومصر بترفض. جنوب اليمن عايز ينفصل، قال لك برضه لا. خطة التهجير شغالة، مصر برضه بترفض. سوريا بتتقسم، مصر واقفة. الصهاينة عايزين بقى يحتلوا غزة، مصر واقفة في الموضوع برضه. حتى ضربة إيران يا صديقي اللي أمريكا صدعتنا إنها هتعمل أي حاجة عشان إسقاط نظام الفقيه في إيران وعشان تستحوذ على مضيق هرمز، السعودية وتركيا ومعاهم مصر توسطوا للتهدئة ووقفوا ضد الضربة دي وخلوا أمريكا تتراجع. فالتلويح بقضية سد النهضة حتى لو في سياق السلام معناها مصر اهدي شوية، كفاية كده. رغم ان لغة الخطاب تبان انها في مصلحة مصر، وفعلا مصر كبيرة، لكن اعادة قراءة الخطاب توحي لك ان ده مرتبط بده. خاصة انا محترم لما تعرف ان اثيوبيا اللي هي دولة صهيونية وظيفية بامتياز بتحلم بمنفذ على البحر الاحمر، واللي قلنا من شوية انه اهم طريق تجاري قبل ممر القطب الشمالي. والشيء بالشيء يذكر يا محترم، المغرب مضت من يومين اتفاقية دفاع مشترك مع اثيوبيا، والله لا تعليق. المهم نعود أدراجنا ونرجع لنقطة يمكن ما وضحتش شوية، وهي أن الصهاينة توسطوا مع العرب عند أمريكا عشان توقف ضربتها المنتظرة لإيران. إيه ده؟ مش الصهاينة هم أكبر محرض ضد النظام الإيراني؟ هقول لك فعلا كلام مضبوط، لكن الصهاينة قال لك مش مستعدين للدفاع ضد أي هجوم إيراني دلوقتي، وده عشان سبب مهم جدا، وهو أن كل قدرة إيران البالستية وأذرع المقاومة بتاعتها كلهم موجهين ناحية الصهاينة وبس، وده في وقت القوات الأمريكية مش بكامل عتادها
بلدها في المنطقة لازم تخاف على نفسها، أو وارد يكون دي حجة بتقولها لمجرد كسب وقت الأمريكا عبال ما تستحوذ على جرينلاند. ولأجل الأسباب دي كلها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء مجلس السلام في غزة. ترامب بقى حاكم غزة رسميا، والكلام ده مش جديد. الحل الأمريكي الدائم هو الاستعماري وعليه يا محترم، فهو شكل لجنة مكونة منه هو وصهره جارد كوشنر وشريكه ويتكوف والبريطاني توني بلير. 7 أسماء، 6 منهم أمريكان و1 بريطاني. والمجلس هو قسمين، قسم تأسيسي اللي فيه الأسماء دي، وقسم تنفيذي وهو عبارة عن حكومة تكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث، وفيها أسماء زي رئيس المخابرات المصرية السيد حسن رشاد وغيرهم كتير. لكن المعلومة الأهم هي أنه عرض على دول بعينها عضوية دائمة في المجلس مقابل تبرع بقيمة $1 مليار. تخيل أنه بعد دعوة لبوتين، متخيل بوتين اللي أوروبا مقاطعاه عشان حربه مع أوكرانيا، ترامب يبعت له دعوة للانضمام لمجلس السلام؟ وطبعا الهدف القريب هو نزع السلاح من حركة المقاومة حماس، والهدف البعيد بقى إن المنطقة دي ما يجيش منها قلق تاني. ليه؟ ببساطة هيحد الصين ويسيطر على كل الممرات التجارية، سواء بقى ممر القطب الشمالي الجديد أو ممر البحر الأحمر القديم. طب سؤال كده بخصوص جرينلاند، حد أوروبي يقدر يقول لأمريكا لأ؟ افرض معايا الخريطة، غرب أوروبا في بولندا ودول البلطيق ما تعرفش تعترض لسبب واحد، إنها محمية بالكامل بالصواريخ الأمريكية، وروسيا بتهددها في حساباتها مع أمريكا على طول. الهيمنة الأمريكية أحسن من الإكراه الروسي أو النفوذ الصيني. أما جنوب أوروبا فعندك إيطاليا اللي بتحكمها جورجيا ميلوني، سياساتها بتتوافق مع أمريكا على طول الخط، وبريطانيا ملتزمة بعلاقاتها الخاصة مع أمريكا. ألمانيا وفرنسا آخرهم إيه؟ يعربوا عن قلقهم، يعني ألمانيا مقيدة باعتمادها على الضمانات الأمريكية فمش هتعمل حاجة، وفرنسا هتلاقي نفسها واقفة لوحدها دونا عن دول أوروبا تما. طب ودول الشمال اللي هم السويد وفنلندا والعب ده، هقول لك هم خدوا تعريفات جمركية تسكتهم شوية. يعني من الآخر، تفتكر مين هيقدر يقف قصاد تطلعات أمريكا؟ تفتكر القانون الدولي اللي بقاله 2 بينتهك؟ طبعا لا، مفيش حد النهارده يقدر يقف قصاد تطلعات الإدارة الأمريكية غير الداخل الأمريكي وبس. يعني من الآخر الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيون والجمهوريون، البرلمان اللي لحد اللحظة دي هو الحامي الوحيد لحلف شمال الأطلسي. يعني من الآخر تخلص من جوه محترم، ولو ما خلصتش فبالسلامة انتهناته. الخلاصة يا صديقي إن صراعات النهارده بقت عبارة عن نفوذ وقوة وحروب تحرير واستعمار وفرض سلطة. حروب النهارده على رفع أعلام فوق الممرات المائية، ممر جديد ظهر العالم كله هيتخانق عليه، مصلحة جاية من ورا أرض هتلاقي كل نط يدور على حتة منها، ومش مهم بقى شعوب تروح ولا تيجي ولا الهوى، المهم ازاي أخرج منها بأكبر مصلحة ممكنة، وأحول ازاي السياسة لفلوس. تشرفتم متابعتكم، أشوفكم بخير.